ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه هرمون السعاده، اغنيه تامر حسني الجديده من فيلم تاج. لسه نازله كده حبه حلوين، يلا بينا. اغنية هرمون السعادة اغنية تامر حسني من فيلم تاج الجديدة. الاغنية انا سمعتها في الحفلة بتاعة تونس، كانت الحفلة تقريبا كانت امبارح، وانا اتفرجت على الفيديو كله وسمعت الاغنية كلها كاملة، وقلت ان انا اطلع اقول لكم رأيي في الاغنية. انا مبدئيا معرفش مين فريق العمل لغاية دلوقتي، ما عنديش لسه معلومات اكيد في فريق العمل اللي عمل الاغنية. حابب احيي فريق العمل بصراحة على الاغنية دي، شايف ان هي كانت معمولة بتركيز كبير جدا، وشايف ان هي مواكبة الايام اللي احنا فيها واللي كلها دلع وكلها فرحه، واغنيه مبهجه من الاغاني اللي هتبقى علامه لتامر بعد كده في الاغاني المبهجه او الاغاني اللي هتنزل الفتره اللي جايه. دايما تامر مركز على الاغاني اللي من النوعيه دي، وتقريبا هو اللي ابتدى يفتح الطريق للاغاني المبهجه او الاغاني اللي هي زي النوعيه دي، زي عيش بشوقك وزي اغاني كتير جدا تامر قدمها برضو كانت كلها بهجه وكلها فرحه وبتخليك تدخل في مود حلو كده. فالاغنيه كريتم كانت رتمها رائع جدا، الاغنيه ككلمات كانت روعه. لو انا يعني اعرف مين اللي كتب الكلمات او هو لو بيتفرج عليا في الحلقه، انا بحييك الكلمات الجامده جدا اللي انت عاملها دي، يعني كلماتها كانت جامده قوي. حتى اسم الاغنيه نفسه ملفت، يعني هرمون السعاده اسمها ملفت جدا، وكمان نزلت عملت ترند وشايف ان هي انتشرت بشكل سريع. وانا لما سمعتها حبيت ان انا اشارككم برايي واقول لكم رايي في الاغنيه. الالحان برضو كانت معموله بطريقه كانت مبتكره جدا، وكانت في منها كيمياء مع الكلمات، يعني شايف ان هم كانوا روح واحده. وحتى المزيكا نفسها حلوه ومزيكا على الرايق، يعني حتى المزيكا توزيعها لما انا سمعته كنت مبسوط حاسس بالبهجه. اغنيه كلها بتكمل بعض، يعني انا مبسوط جدا بالاغنيه دي، وانا من الناس اللي بتحب تامر جدا، انتوا عارفين من بدري ومن زمان. فاكيد لما اغنيه تنزل او حاجه ليه تنزل لازم انا اطلع اتكلم عليها، والحمد لله تقريبا انا ببقى اول حد على اليوتيوب، وانا مبسوط جدا جدا ان انا بتكلم معاكم وبقول لكم رايي في الاغنيه. انا نفسي الاغنيه دي تنزل بقى كتراك كامل، هي لغايه دلوقتي لسه ما نزلتش تراك كامل، بس هي خلاص ممكن تنزل بكره او بعده بالكتير. هتبقى من ضمن احداث فيلم تاج، وكمان هتبقى دعايه للفيلم ان تامر ينزل اغنيه زي دي وكلها بهجه تنزل في الوقت ده. واتمنى ان هي تضاف للالبوم، ما تبقاش زي مثلا اغاني فيلم بحبك، ان فيلم بحبك كل الاغاني اللي نزلت واتصنفت لالبوم او ميني البوم لفيلم بحبك. كان نفسي كل الالبوم بتاع شقنجي يبقى ضامن الاغاني كلها مع بعض، مش يبقى اغاني الفيلم لوحدها واغاني البوم مع شقنجي لوحدها. فانا اتمنى ان هي تنزل في الالبوم الجديد. تقريبا برضو في البوم في الصيف ان شاء الله تامر بيحضره وهينزل، والفيلم كده كده هنشوفه في العيد الكبير واطلع اقول لكم رايي عليه. بشكل عام شايف ان اغنيه هرمون السعاده هي كلماتها او الحانها او توزيعها، شايف ان هي كانت شابوه شابوه لكل فريق العمل اللي اشتغل على الاغنيه دي. اختاروا المطرب الصح، يعني هو تامر لما بيغني الاغاني من النوعيه دي تبقى لايقه فيه، يعني عكس مطربين تانيين ممكن يعملوا مثلا اغنيه زي دي او تروح لمطرب تاني ما تليش فيه او ما تحسهاش. وعايز الناس اللي سمعت الاغنيه تركز جدا جدا في الكوبليه التاني، شايف ان الكوبليه التاني بصراحه كان قوي جدا، وعموما حتى الكوبليه الاولاني كانت دخلته حلوه وكانت دخله لطيفه، والاغنيه كلها كانت معموله بروح حلوه جدا. انا شايف ان الكوبليه التاني كان اقوى شويه من الكوبليه الاولاني اللي نزل، شايف ان الكوبليه التاني كان حلو، اللي هو اصلا كان محطوط في البروم الاولاني بتاع الفيلم بتاع تاج، كان اختيار موفق جدا. فشابوه جدا جدا للاغنيه دي، وان شاء الله استنوا كل جديد هنزله هقدمه لكم. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد وتشوفني اشترك وفعل زر الجرس واعملوا لايك عشان اكمل في محتوى وقدمه اكتر واكتر، وشارك في كل مكان لكل اصحاب قناه تقدروا ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. شكرا.